الوحيده اللي كله عايز يعرفها قبل ما يبدا حتى رحله الفريلانسنج، وهي ازاي اعرف اسحب فلوسي سواء بالجنيه وخصوصا لو بالدولار. وطبعا شوف البنوك اللي بتيجي تقول له اقل حاجه لازم تحطها في البنك $500، والبنوك الثانيه اللي بتقول له فين مصدر الدخل بتاعك. وهو في دماغه حاجه واحده بس، اجيب منين مصدر الدخل او $500 وانا اصلا مش عارف اشتغل، عشان الموقع زي اب وورك بيطلب منه حساب البنك عشان يعرف يشتغل عليه. وده بيخلي دماغه تلف كتير في دايره مفرغه ملهاش نهايه. ازيكم يا جماعه، انا عزيز عبد العزيز، وهشرح لكم في الفيديو دوت ازاي تسحب فلوسك بالجنيه وبالدولار، وبالتالي كمان تعرف تربط حسابك بين البنك لباي بال وباي بال لاب وورك. وهقول لك ازاي تسحبهم باقل مصاريف، وكمان هعرفك ايه هو البنك الوحيد في مصر اللي بيدعم الفريلانسرز واليوتيوبرز والناس اللي بتعمل محتوى على تيك توك. وبالتالي مش هيحصل في اي لحظه ان هو يوقف لك حسابك ويقول لك فين مصدر الدخل او بتجيب الفلوس دي منين. فيلا بينا. اول حاجه هتروح تعملها هي انك انت تفتح حساب في بنك كيو ان بي. ايوه يا جماعه، كيو ان بي هو البنك الوحيد اللي بيدعم الفريلانسرز واليوتيوبرز والناس اللي بتعمل محتوى على تيك توك. ومحدش يقول السي اي بي، لان السي اي بي تقريبا بيمشي بقوانين تانية خالص، مش عارف الواحد بيمشي عليها ازاي على حسب الريفيوز اللي الناس بشوفها كتير منهم. ممكن يوقف لك حسابك في اي لحظه، وممكن يوقف لك فلوسك وما تقدرش تسحبها غير ما تجدد بياناتك، وممكن تقعد بالشهور في الموضوع دوت. فبلاش سي اي بي، خلينا في كيو ام بي دلوقتي. لما تروح تعمل حساب في البنك هتلاقي عندك حاجتين. اول حاجه فيهم مصاريف فتح الحساب، وهي بتوصل ل 27 جنيه تقريبا. المصاريف الثانيه هي مصاريف الفتح نفسه اللي انت بتحطها في الكريدت بتاعتك، اللي هي تقريبا اقل حاجه تحطها في البنك دلوقتي 1500 جنيه. والمفاجاه الكبيره ان في قرار طلع الشهر اللي فات تقريبا ان مفيش مصاريف فتح حساب، يعني كميه الفلوس اللي هتوفرها 27 جنيه. ودي مبادره الوزاره بتحاول تعملها عشان تخلي الشباب يفتح حساب اكتر وتعمل الموضوع يبقى كله ديجيتال. المهم ان الحساب بتاعك بيتفتح من 5 ل 6 ايام عمل، وبعدها تقدر تروح تطلب ديبت كارد ليك. طبعا يا جماعه لما اقول بعد كده كلمه كريدت كارد انا بيبقى قصدي على الديبت كارد. ما تروحش تطلب من البنك كريدت لان هو هيدخلك في حوارات شهادات وحاجات كتير، يعني انا ما بنصحش بيها. فالافضل انا بتكلم على الديبت دلوقتي. الديبت بتاعتك برده بتقعد 5 ايام، بعد كده تقدر تروح تستلمها من البنك. افتكر يا جماعه ان كيو ام بي بتضطر تروح تستلم الكريدت، ما بتجيلكش لغايه البيت، فانت ما تروحش عليك وقت وتضيع وقت على الفاضي. بعد ما تستلم الكريدت بتاعتك اكد عليهم في البنك ان هم يعملوا لها فاليديشن، عشان ده الموضوع حصل معانا قبل كده، وان الكريدت بتاعتنا مش عارفين نربطها على باي بال ولا عرفنا نسحب بيها اي فلوس اصلا، عشان لغايه ما اضطرينا نروح البنك تاني يعملوا لها فاليديشن. وانت هناك تعمل لها فاليديشن وتحطها بعديها في الاي تي ام، تحط الباسورد الجديد بتاعك وتظبطها وتاخدها معاك. كده احنا خلصنا الجزء بتاع البنك. ازاي بقى نربط البنك بباي بال؟ اول حاجه هنعملها هنا هنفتح باي بال. هتيجي هنا تعمل تسجيل الدخول، مش تسجيل الدخول، هتشترك الاول خالص. بعد كده هيتبان لك حاجتين، اول حاجه فيهم هي البيرسونال اكونت، وتاني واحده هي البيزنس اكونت. خليك في البيرسونال اكونت عشان البيزنس اكونت هيدخلك في موضوع الشيبنج وموضوع التاكسز وحاجات كتير قوي، ممكن تحجز لك فلوسك لغايه اما الناس اما تيجي تبعت لك فلوس. يعني انا حصلت معايا ان عميل قبل كده بعت لي فلوس واضطريت استنى كام يوم عقبال ما باي بال بالنسبه له في 3 ايام عقبال ما كان في شحنه بتتبعت له، هو بيحسب ان في شحنه بتتبعت، لازم العميل بعديها يعمل كونفيرم وبعديها الفلوس تجي لك بعديها بيومين 3. فبلاش تحصل الموضوع دوت معاكم، عشان في ساعات بيبقى عملاء بتبقى فيها سنه نصب كده بعد ما بيستلم الشغل بتاعه، بتضطر انت في الاخر خالص يعمل هو كونفيرم على ان هو يبعت لك الفلوس، فبالتالي ممكن ما يعملش كونفيرم ويبقى اخد الشغل واخد الفلوس معاه. هنعمل اول حاجه خالص البيرسونال اكونت. هتحط بياناتك، تحط الايميل بتاعك اول حاجه خالص. افتكر يا جماعه ان الايميل بتاعك لازم تبقى فاكر الباسورد بتاعه بتاع الجيميل، عشان ما ينفعش تبقى عندك 20 سنه او اكتر ومش عارف الباسورد بتاع الجيميل بتاعك، لانه ده اهم باسورد ممكن تجيب بيه كل حاجه عندك. تمام، هنحط الايميل بتاعنا. بعد كده نعمل اي ام نوت روبوت. الرقم بتاعك لازم يبقى شغال كويس، عشان باي بال تقريبا لازم كل مره يبعت لك رساله على الموبايل عشان تفتح الحساب بتاعك على اي جهاز. فتحنا حطينا الرقم بتاعنا زي ما لسه قايل دلوقتي، هيجي لك رساله على الموبايل هتكتبها. بعد كده تعمل I am not a human I am not a robot again. بعد كده هتعمل الباسورد بتاعك. خلي الباسورد كويس وما تنساهوش، عشان انا عارف ان معظم الناس بعد ما بتعمل الباسورد على طول بتنساه. تحط بياناتك ايجيبت، اسمك الاول واسمك الثاني وتاريخ ميلادك. اهم حاجه بقى نركز هنا يا جماعه، معلش، اسمك اللي هيتكتب في البنك هو اللي هيتكتب في باي بال، هو اللي لازم يتكتب في اب وورك. ما ينفعش تبقى اسم مثلا مختلف في حرف حتى، احسن لك بلاش، بدل انت لسه في ايدك الموضوع ما تغيرش. لان خد بالك من حاجه، بعد ما تيجي تقريبا اسبوع اسبوعين اما تيجي تسحب الفلوس ولا حاجه، باي بال واب وورك هيحصل بينهم مشكله في حته ان انت يقول لك الحساب مش متطابق الاسم. المهم بعد ما تخلص بياناتك الاولانيه هيخش يقول لك اكتب عنوانك والبوستال كود بتاعك. البوستال كود بتاعك يا جماعه اكتبوا 21655، ده بتاع نادي مهندسين اللي في سيما باشا. اكتب اي حاجه مش مشكله، يعني كده كده ما حدش بيهتم بيه، بس لازم تكتبه هنا.
بعد كده agree and create account. بعد ما تخلص الحته دي هتلاقيه جاي يقول لك اربط الكريدت بتاعتك. هتربط الكريدت بتاعتك، ما تنساش يا جماعه ان الكريدت والحاجات البيانات بتاعتك ما بتبانش عند حد، يعني تكتب الارقام ديت وما تصورهاش ولا تاخد تديها لحد عشان يعمل لك الاكونت بتاعك. اول جزء خالص بتحط فيه الديبت او ال 14 رقم اللي قدام. تاني واحده بتختار، هو كده كده تاني واحده بتبقى فيزا وهو بيعملها لك اوتوماتيك. تالت واحده بتحط الاكسبيريشن ديت اللي هو الرقمين اللي تحت دول، مثلا 9/26 9/27 وهكذا. بعد كده خالص في السكيورتي كود دوت بدا بيتحط، ده اللي هو الثلاث ارقام اللي ورا هتلاقيهم دايما جنب الشريط اللي معمول عليه كانك بتخربش عليه دوت. بعديها البيلينج ادرس، مش مشكله اكتب عنوانك برده. بعد كده اعمل لينك كارد. بعد ما تخش يا جماعه كده انت عملت الاكونت بتاعك، هتدخل على الاكونت هتلاقي حته مكتوب عليها سيت اب يور اكونت. سيت اب يور اكونت دي عباره عن انت هتخش تعمل كونفيرم الاكونت بتاعك من الجيميل. عشان كده لازم تتاكد يا جماعه ان الجيميل بتاعك لازم تبقى حافظه. بعد ما نعمل كونفيرم خلاص هنخش على ابورك، هتدوس على الصوره بتاعتك اللي فوق على اليمين وتدوس على السيتنجز. افتكر يا جماعه ان الصوره اللي فوق دي مش بتدخلك على البروفايل بتاعك، دي مجرد صوره انت بتخش بعد منها على السيتنجز، مش زي السوشيال ميديا وكده. تخش على السيتنجز، تخش على جيت بيد وهيقول لك اد ميثود. انت طبعا بما انك انت لسه اول مره تعمل حاجه هتلاقيها فاضيه كده، مش هتلاقي حاجه تحت. بعد ما تعمل اد ميثود هتنزل تحت شويه هتلاقي عندك باي بال وهتلاقي عندك الواير ترانسفير. الواير ترانسفير دي هنستخدمها بعدين دلوقتي واحنا بنعمل حساب اللي بالدولار، بس سيبها دلوقتي هنخلينا في الايه في الباي بال. دوس على سيت اب ويقول لك هيبعت لك هيديك يقول لك الرساله ده بيقول لك يعني ما معناه ان انت هتسيب ابورك. ماشي، هتحط الباسورد بتاعك تاني وهتكون نسيته. اجري اند كونتينيو. هو دلوقتي بيقول لك ايه ان انا بربط باي بال بابورك. فيريفاينج يور اكونت فيريفايد كده تمام. هو دلوقتي هيدوس هتلاقيه بيقول لك رساله صغيره يور ميثود ايه اللي هي مش شغاله لسه، عشان هي بيقول لك لازم تستنى 3 ايام عقبال ما تتاكتف. دي الفكره معلش، الموضوع بياخد وقت شويه. شو كام يوم من البنك على كام يوم عقبال ما تستلم الكريدت بتاعتك، وعلى كام يوم ما باي ياكد الاكونت. وافتكر ان باي بياخد منك صح وانت بتاكد الاكونت بياخد منك من دولار لدولار ونص تقريبا، يعني 30 جنيه ل 45 جنيه. انا مش فاكر هو بيرجعهم ولا لا، بس اول اكونت عملته خالص كان مع اخويا فاضل كان رجعهم، مع انا ما رجعهمش مش عارف ليه. هم تقريبا عندهم 45 جنيه. هتلاقي بعد كده شاشه صغيره طلعت لك بتقول لك اديت وذ سكيدجول. سكيدجول دي عباره عن ايه بقى فيها؟ بيقول لك تسحب فلوسك كل قد ايه؟ كوارترلي اللي هو ربع سنويا كل 3 شهور، ولا عايزها مانثلي، ولا عايزها مرتين في الشهر يعني باي ويكلي اللي هو اسبوعين كل اسبوعين. ديت انت مصاريف ابورك يا جماعه بتبقى عليك هي $2 كل سحبه. كل سحبه هتسحبها هيخصم منها $2. فانت بالتالي السكادجول اللي انت هتعمله لو انت ماشي عليه هو مش هيخصم منك، هيحول لك فلوس على طول. فانت عندك 3 شهور، شهر، مرتين في السنه، مرتين في الشهر قصدي، وبعديها اسبوعين. بعد كده تخش على حاجه اسمها مينيمم ويذدرال اماونت. دي عباره عن ايه؟ بيقول لك مثلا انت دلوقتي عملتها اللي هي كل 3 شهور، فهو بيقول لك انت مثلا هتحدد قيمه معينه. القيمه دي لو لقاها هيحول لك الفلوس اوتوماتيك، ما لقاهاش لقى لسه قيمه اقل هيصبر. يعني مثلا عدى علينا 3 شهور دلوقتي ولقينا مثلا انت عامل حسابك اللي هو كل ما يوصل ل $500 في هنا 500 في 500 كل ما يوصل $500 كل 3 شهور يحولهم لو في $500. جميل. اول ما يعدي 3 شهور ولقى فيه 499 بس مش هيحولهم، هتضطر تستنى ال3 شهور اللي وراهم عشان تعرف تحول الايه الرقم اللي موجود كله بقى ايا كان ايه هو، طول ما هو اكتر من 500. فانا نصيحتي ليك تعالى نعمل حاجه صغيره. لو انت مش هتعرف تعمل حساب بالدولار لاي كان سبب، خلي المده اكبر مده ممكنه. ليه؟ لان دلوقتي بيبان عامل اتفاقيه مع مصر والجزائر، هم تقريبا البلدين الوحيدين اللي فيهم الموضوع دوت، ان كل شهر بيبان لازم يحول الفلوس كلها اللي موجوده في الاكونت، مهما كان حسابك فيه جنيه حتى لازم تحوله للبنك بتاعك. فحرام مثلا تبقى محوش مثلا بتاع $1000 ولا 2000 او اي رقم ربنا يرزقك ان شاء الله، وتلاقي ابورك حولهم لك عشان انت عامل الجدول بتاعك كل شهر مثلا، وتلاقي في نفس الوقت يوم واحد في الشهر جه على باي وبالتالي باي بال حول لك الفلوس كلها وانت مش عامل الاكونت بالدولار، فبالتالي باي بال هيحولها لك على البنك بتاعك فتبقى فلوسك بالمصري. فلا، الافضل اعتبر مثلا ابورك كانه البنك التاني بتاعك، سايب الفلوس على جنب. فانا بالنسبه لي خليه اطول مده ممكنه واقصى فلوس ممكنه، لان معلش انت لو معاك $2000 او حاجه مش هتفرق معاك ال $2 بتوع السحب تقريبا. مش عارف الموضوع دلوقتي هل اقدر اغير الجدول دوت بعد ما اعمله ولا لا، بس انا لغايه دلوقتي لسه ما غيرتوش الصراحه. اخر واحده خالص هنا هي ريزيرف بالانس. دي الفلوس اللي هو هياخدها منك كل شهر عشان يعرف يشتري لك بيها كونكتس. خد بالك من حاجه، ما تلخبطش بين الريزيرف بالانس بتاعك والفلوس اللي بتحولها للبنك، لان هو لو انت معاك $514 وانت عامل حساب 500 واخد 15 هيبقى معاك 499 وبالتالي مش هيحول لك. فركز دايما ان انت تحاول انا عن نفسي شايف ان انت تشتريها بالشهر على حسب احتياجك. تعالى بقى ازاي دلوقتي نعرف نسحب فلوسنا من ابورك. اول حاجه هتخش على كلمه ريبورتس
وتدوس على اوفر فيو. هتلاقي عندك الاربع قوائم دول اللي هو الورك ان بروجرس، اند ريفيو، بيندنج، وافيلبل. انت اي شغل بتحطه، مثلا انا شغال كعزيز بحب اشتغل اورلي الصراحه. اي ساعه بعمل لها تراكنج بتخش على اول قائمه خالص لغايه اللي هي الورك ان بروجرس، بتقعد معايا لغايه يوم الاحد. يجي يوم الاحد بتتنقل للخانه اللي وراها اللي هي ايه؟ ان ريفيو. بعدها من الحد للجمعه بتبقى محطوطه في المكان ده، ومن الجمعه للاربع بتتنقل للبندنج. دي هنا خلاص طلعت من ايد العميل، بقت في ايد ابورك، وهو دلوقتي في الاسكرو بالنسبه لك. هي كده كده في الاسكرو من الاول. بعد ما تعدي يوم الاربع بالظبط، يوم الاربع الصبح اللي هو تقريبا دلوقتي الساعه 3 بالليل لليوم الثلاث، هتتنقل لك في الافيلبل بتاعتك وتقدر تسحبها عادي. تسحبها ازاي؟ هتدوس على السعر الرقم بتاعك اللي انت واخده في الاخر، هتلاقي علامه جيت بيد ناو موجوده قدامك، تدوس عليها ويقول لك اختار المكان اللي انت تسحب عليه. هتلاقي قدامك اختيار باي بال، بعديها هتخش على باي بال هتلاقي الفلوس قدامك. انا عن نفسي بالفلوس بتخش مثلا في خلال 10 دقايق 5 دقايق، في ناس بتقعد معاها ساعه. في الاكونتات الجديده بتقعد معاها لك شويه، معلش بتقعد معاها يوم 2 3 لسه، او باي بال بياكد الدنيا معاك. لكن بعد كده انت اصلا هتعمل ريفريش هتلاقي الفلوس وصلت هنا على طول. هتخش على كلمه باي بال بالانس على الشمال تحت وتعمل ترانسفير فاندز. نفتكر حاجه صغيره معلش يا جماعه قبل ما نبدا نحول فلوس علينا. حاجتين، اول حاجه الاوتوماتيك ترانسفيرز بتاعت باي بال عشان نقدر نوفر بيها فلوس. تاني حاجه اللي احنا لازم نكلم باي بال على تويتر. طب ايه الحاجتين دول؟ اول حاجه فيهم خالص، انت باي بال بياخد منك $5 او 79 جنيه لو انت بتحول لمصر مصاريف على كل سحبه. فبالتالي لو انت بتسحب كل شويه فابورك هياخد منك $2 وباي بال هياخد منك 79 جنيه او $5. فاحنا عشان نوفر الموضوع ده بنعمل ايه؟ هتعمل موضوع الكوارترلي دوت او كل شهر او كل اسبوع، ومعاها هتعمل ايه؟ موضوع اللي انت الفلوس تتحول لك كل شهر. تمام؟ ما تسحبش فلوس خالص، انت كده كده هتعمل الاوتوماتيك ترانسفير بتاعتك تعمله على الكريدت بتاعتك اللي بالدولار. بقول لك الحته دي بعدين. المهم يعني يا جماعه عشان ما اطولش عليكم في الحته ديت، هتخش على باي بال على تويتر، هتلاقي باي بال سبورت على تويتر، تخش تكلمهم تقول لهم ان انت عايز تحول فلوسك بالدولار مش بالجنيه، لان الريت بتاع البنك دلوقتي يا جماعه تقريبا 30 جنيه 85 قرش. لكن في اخر حته خالص ركز ان باي بال بيحول لك على 29 جنيه وشويه او 30 جنيه بالظبط، فهو الريت بتاعه اقل من البنك كمان. فبالتالي خش على الدعم بتاعهم هيقول لك ايه بياناتك وحاجتك والحاجات دي كلها، وبالتالي هتقدر تحول فلوسك ايه بالدولار. افتكر حاجه، هو مش بيحولك بالدولار، هو بيسيبها للبنك يحولها بنفسه. انت هنا ما تحولش بالدولار، احنا لسه ما دخلناش الحته دي. انت هتنزل لك بالمصري وهيخصم منها $5 وكل حاجه، بس هتنزل لك بالقيمه بتاعتها اللي على التحويل بتاعت البنك. تمام كده يا جماعه؟ عرفنا ازاي نسحب فلوسنا بالجنيه. نيجي لاهم حته في الفيديو وهي ازاي نسحب فلوسنا بالدولار. وانا عارف ان معظم الناس هنا اصلا مخنوقه بسبب ان انا خليت الحته دي في الاخر، لكن معلش احنا كان الحته دي لازم تتحط في الاخر، لان كل الخطوات اللي فاتت كان لازم تتعمل عشان نعرف نفتح حسابنا بالدولار. دلوقتي عشان نعرف نفتح حساب بالدولار هيبقى عندنا اختيارين. اول اختيار ان هو تروح للبنك تقول له خد $500، وبالتالي هيبقى في مشكله ان هو يقول لك جبت الفلوس دي منين. تمام؟ مش عارف دي هيحصل مع كيو بي ولا لا، بس الحته بتاعت الفلوس اللي بالايد ديت اظن لا. بس انت اصلا مش هتعرف تجيب فكره ال $500 دي من غير ما تشتغل. لو انت عندك حد يعرف يديك ال $500 وتعرف تسحبها بعدين من غير ما يقلق منها، مثلا في حته ان هو البنك يوقفها مثلا، مش قلقان عليها انت من الحته ديت، ابدا افتح حسابك في البنك عادي خالص واربطه بباي بال وهنكمل نفس التكمله اللي احنا هنكملها. الاختيار التاني بقى اللي هو معظمنا اللي هو معهوش فلوس بالدولار دلوقتي، الاختيار ازاي؟ انت لازم تشتغل. تمام؟ على الاقل حاول تجيب $45. ليه بقى؟ 30 هي مصاريف التحويل من ابورك للبنك. دي هتعملها ازاي؟ اول حاجه لما تخش على جيت باي ناو برضو، بدل ما تعمل بقى الحته اللي احنا عملناها، بدل ما تخش على حته بتاعت باي بال وتدوس ان انت تعمل باي بال، هتلاقي الاختيار اللي تحتيه اللي هو الواير ترانسفير. تكتب كل بيانات البنك المصري بتاعك اللي هو كيو ام بي اللي انت فتحته، وتروح لهم البنك قول لهم انا عايز بياناتي اللي اقدر احول بيها ايه من اي موقع. بعد ما تحول الفلوس هتقعد بالظبط 5 ايام عمل وهتوصل لك. ساعتها البنك نفسه هياخد منك $15 بسبب حاجتين. اول حاجه مصاريف فتح حساب عادي، زائد الديبت كارد اللي انت هتطلبها. انت هتطلب منهم ديبت كارد بالحساب الدولار، مالكش دعوه بالحساب المصري. انت خلاص معاك ديبت بتاعته ورابطها باي بال، هتاخد الديبت بتاعته. برضه انا عارف ان هو هيخليك تستلمها بعد 5 ايام بنفس الطريقه. كل الحوارات بتاخد مده شويه معلش، بس تستحق الصراحه. هتاخد الديبت تربطها بباي بال نفس الطريقه بالظبط. هتخش تعمل لينك نيو كارد من هنا، وبعديها هتخش تحط بيانات الكريدت كارد بتاعتك العاديه خالص. واهم حاجه يا جماعه، عشان انا الموضوع دوت عطلني سنه وشويه، سنه ونص تقريبا، مش عارف افتح حساب بالدولار بسبب الحته دي. اربط الكريدت بتاعتك على باي بال وانت فاتح انكوجنيتو، ما تفتحش البراوزر العادي، لان هو هيقول لك في مشكله في البنك. يا جماعه الموضوع بتاع ايشيو ان يور بانك وكلم البنك ده، البنك بيبقى مش عارف المشكله، وباي بال برضه بيبقى مش عارف المشكله، فانت مش هتوصل الموضوع ده لاي حل. الحل اللي انا وصلت له من حد معرفه
ان ربنا يمسيه بالخير، حلها لي بطريقه جميله قوي. افتح انكوجنيتو، حط البيانات بتاعتك، تلاقي كل حاجه اشتغلت معاك عادي. بعد كده تعرف تفتحه من البراوزر العادي بتاعك. انت كده ربطت ايه؟ الاكونت بتاعك بتاع باي بال بالكريدت الجديده بتاعتك. هياخد برده نفس الحوار دولار ونص شويه، وبالتالي انت ال 45 دولار راحت عليك، بس انت دلوقتي بقى معاك الحساب تقدر تحول عليه اي وقت في اي وقت. هتحول عليه ازاي؟ نفس الطريقه، من ابورك هتحول لباي بال. نركز حاجه بقى دلوقتي في حاجتين، في الاوتوماتيك ترانسفير وفي البريفيرد وين بيرشيز. يعني ايه؟ اول واحده خالص الاوتوماتيك ترانسفير اللي انا قلت لك عليها، بيحول تلقائيا. دلوقتي تبقى معاك مثلا نقول 500 دولار، ولقينا ان الواحد يوم واحد في الشهر هيجي، فالفلوس دي هتروح لاني كريدت؟ هتروح للاولانيه المصري ولا اللي بالدولار؟ هتخش على باي بال عندك عادي خالص، هتلاقي عندك لما تدوس على هتلاقي تو كارز عندك، الاثنين كريدت بتوعك. هتلاقي تدوس على اللي هي بالدولار، هتلاقي تحت خالص مكتوب سيت از بريفيرد، وهتلاقي هي مكتوب تحتيها اوتوماتيك ترانسفيرز يس اور نو. اللي بالدولار دايما خليها اوتوماتيك ترانسفيرز يس، والبريفيرد نو. ليه بقى؟ ما تخليهاش بريفيرد. البريفيرد دي بيبقى عباره عن ايه؟ بيقول لك اما تيجي تشتري حاجه هتدفع بيبال مثلا، عايز بيبال يسحب من اللي بالدولار ولا يسحب اللي بالمصري؟ فهمت قصدي؟ فبالتالي انت مش عايز تسحب من فلوسك اللي بالدولار، دي اصلا الفلوس بتحوشها، انت عايز تسحب بالفلوس اللي بتجيلي. اوتوماتيك ترانسفيرز هتبقى بالدولار، والبريفيرد هتبقى الكريدت الثانيه. ملخبط ولا؟ اظن لا. وبكده انت معاك 2 كريدتس تقدر تسحب بيهم في اي وقت. دلوقتي احنا اتعلمنا حاجه، ازاي نعمل حساب في البنك بالدولار وبالجنيه، ازاي نربطهم بباي بال، وازاي نربطهم بابورك. نفس الطريقه بقى هتربطهم باي موقع تاني، سواء فريلانس، سواء بلاش فايفر عشان ده موقع عندك برضو مستقل، عندك كل المواقع التانيه. اتمنى الفيديو ده يكون افادكم، وانا عارف ان الفيديو دوت هيبقى حاجه كبيره قوي لناس كتيره جدا، عشان في السؤال ده اتسال لي كتير قوي. فاتمنى يعجبكم وتعملوا له شير. ويا جماعه اتمنى تعملوا شير بجد وتعملوا لايك سبسكرايب، لان الفيديو دوت انا والفيديو اديتور بتاعتي اسماء عوض تعبنا فيه جدا. انتوا اكيد شايفين يعني الحر اللي الواحد فيه، فاتمنى ان انتوا تشاركوه. شكرا.